بسم الله. السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف السادس، يا رب تكونوا بخير. هحل معاكم اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الأولى صفحة 58، ده في كتاب سلاح التلميذ. نبدأ كده بسم الله مع بعض. السؤال الأول بيقول لي تطبع 20 ورقة في 4 دقائق، فإن معدل الطباعة كام؟ بصوا خدوا بالكم من حاجة، ورقة على دقيقة أو لكل دقيقة. كم ورقة لكل دقيقة؟ لكل دي أو دي معناها لكل أو على، يعني معنى كده إن أنا هقسم 20 على 4، يبقى معدل الطباعة اللي هي 20 على 4 فيها 5 ورقات لكل دقيقة، يبقى أنا هختار 5. طيب إذا كان أ إلى ب بيساوي 2 إلى 1 وب إلى ج، بصوا هنا هعمل أ إلى ب إلى ج. هقول هنا أ إلى ب إلى ج، أ إلى ب 2 إلى 1 أهي، ب إلى ج 4 إلى 3، وأعمل كده. هضرب الاتنين اللي تحت بعض في بعض، هو طبعا عاوز أ إلى ج، فأنا هجيب أ الأول. هقول له هعمل حرف إن كده، الألف هتبقى 2 في 4 بكام؟ ب8، ال4 في 1 ب4، ال1 في 3 ب3 اللي هي الب في ج، هيبقى أ إلى ج 8 إلى 3، لأن 8 و3 دول مفيش بينهم اختصارات. إذا كانت النسبة من قياسات زوايا مثلث 1 إلى 2 إلى 3، فإن قياس أصغر زاوية في المثلث. أصغر زاوية اللي أخد أصغر نسبة. أول حاجة لما أجي أحل مسألة زي دي، إحنا عارفين قاعدة بتقول إن مجموع قياسات زوايا المثلث بيساوي 180 درجة. مجموع قياسات زوايا المثلث بيساوي 180 درجة، وخلاك فاكرهم. هنا هعمل ايه؟ هجيب مجموع الاجزاء اللي هي النسبة اللي عندي. النسبة عندي 1 إلى 2 3، 1 و2 هقول له 1 زائد 2 زائد 3، 1 زائد 2 3، 3 و3 6. هرجع اجيب قيمة كل جزء اللي هي قيمة الجزء، هقسم ال 180 اللي هي مجموع قياسات زوايا بقى المثلث، اما هو انا دي زوايا فانا جمعتهم الثلاثة، هقسم بقى مجموعهم الاصلي اللي هو 180 على 6 فيها الصفر و18، بحط الصفر، وفي 18 على 6 فيها الثلاثة، يبقى 30 30 درجة. يبقى كل قيمة كل جزء ب 30 درجة. الزاوية الأصغر هي اللي أخده نسبة صغيرة اللي هي نسبتها 1، يبقى قياس أصغر زاوية اللي هي نسبتها أصغر نسبة، قياس أصغر زاوية اللي هي الواحد، اللي هي الواحد في 30 بكام؟ ب 30 درجة. يبقى أصغر زاوية بكام؟ 30 درجة. تمام؟ أهي. طيب النسبة بين عدد البنين عدد التلاميذ مدرسة مشتركة 3 إلى 7، فإن النسبة بين عدد البنين إلى عدد البنات عدد البنين إلى عدد التلاميذ كلهم، التلاميذ كلهم 3 إلى إلى 7. خد بالك. طيب يبقى نسبة عدد البنات هتبقى 7 ناقص 3. نسبة عدد البنات هتبقى لعدد التلاميذ كلهم 7 ناقص 3 يبقى كام؟ 4. يبقى النسبة بين عدد البنين اللي هي 3 إلى عدد البنات اللي هي 4، يبقى 3 إلى 4 اللي هي الإجابة رقم 2 دي. إذا كان طول محمد 1.8 متر وطول باسم 165 سنتي، تمام؟ فإن النسبة بين طول باسم وطول محمد، بصوا ده متر وده سنتي، واحنا عارفين ان النسبة لازم تكون من نفس بين نفس الوحدة، بين نفس الوحدتين، لا اما تحول المتر للسنتي لا اما تحول السنتي للمتر. اسهل حاجة ان انا احول المتر للسنتي. طب المتر 100 سنتي، يبقى 1.8 متر ده هي هتساوي 1.8 متر، هضربها في 100 عشان احولها لسنتي. خلاص. بحرك العلامة رقمين جهة الشمال اهو، او مثلا اقول الواحد في 18 ب18 واحط الصفرين بتوع ال100، وبعدين ارجع احط العلامة بعد كام رقم 1، يبقى 180 سنتي. عايزة بقى النسبة بين طول باسم الى طول محمد. باسم خد بالك بادئ بباسم الاول اللي هو كام؟ ال165 الى الكام؟ ال180، وابدأ احطهم في ابسط صورة. ممكن اختصر على ال5، على ال5 16 على ال5 فيها ال3 وتبقى 1، 15 على 5 فيها ال3 يبقى 33 إلى ال180، 15 على 5 فيها ال3 وتبقى ويتبقى 3
30 على 5 فيها الستة، 33 إلى 36 هنا هقسم على التلاتة، 33 على 3 فيها ال11، 36 على 3 فيها ال12، بقت النسبة 11 إلى 12. دي كده أبسط صورة، لأن ال11 وال12 أهي ما ينفعش تحط في أبسط صورة أكتر من كده. تمام؟ إذا كان طول أحمد 2 على 3 طول والده، أهو أحمد إلى والده 2 على 3 اللي هي 2 إلى 3. أحمد 120 سم، أحط تحت أحمد 120 سم، فإن طول والده يبقى طول والده هيساوي، بصوا إلى، أنا مش عارفة طول والده، هقول له طول والده اللي أنا عايزاه المجهول بتاعي بيساوي اللي قصاد بعض، أضربهم في بعض 120 في 3 وأقسم على 2، 120 في 3 وأقسم على 2. خلاص، هقول له على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها 12، على 2 فيها الستة، بحط الصفر بقت 60، وهضرب اللي احط الصفر والثلاثة ب6 بكام؟ ب 18. يبقى طول والده 180 سم، الإجابة الأخيرة. خلاص، ناخد الموضوع ببساطة خالص. 18 ساعة ويومين، دي ساعة ودول يومين، لازم الاثنين يبقوا من نفس الوحدة. اليوم دوما نحول الكبير للصغير، اليوم 24 ساعة، الاتنين يوم كام؟ 2 في 24 ب 48 ساعة. الحاجات دي مهمة جدا ولازم تكون عارفها. الوحدات بالذات أنا عندي أكتر من فيديو على القناة بيتكلم عن الوحدات وبشرحها كويس جدا، ارجع شوفهم هيفيدك قوي في حل المسائل بتاعة النسبة. بقت 18 إلى كام يوم؟ يومين، 48 ساعة، بقت 18 إلى 48. هقسم على الستة، أيوة الستة، 18 على الستة فيها الكام؟ فيها التلاتة، التلاتة بستة ب18، و48 على الستة فيها ال8. أصبحت النسبة كام؟ 3 إلى 8 أهي آخر واحدة. رقم 8، إذا كانت النسبة بين بعدي المستطيل 2 إلى 3 وكان محيطه 100 سنتيمتر، فإن مساحة المستطيل، على طول أول ما أقول لك محيط المستطيل هات نص المحيط، على طول تجيب نص المحيط. 100 على 2 ب50 سنتيمتر. وبعدين هنمشي خطوة خطوة بقى، بعد كده هتعمل ايه؟ مجموع الأجزاء. 2 و3 كام؟ 5. هتجيب قيمة الجزء الواحد، هتقسم 50 على 5 ب10 سنتيمتر. خد بالك احنا بنتكلم في المحيط، بعدي المستطيل اللي هو الطول والعرض، خد بالك اللي هو الطول والعرض، المفروض نبدأ بالعرض الأول لأن العرض أقل من الطول، يبقى العرض إلى الطول، دول بعدين المستطيل. محيطه، المحيط أصلا أنت عارف إن محيط المستطيل أصلا بيساوي إيه؟ بيساوي الطول زائد العرض في 2، ده المحيط. طيب أنا لما بجيب مجموع الأجزاء بجيب الطول زائد العرض، أما بجيب مجموع الأجزاء بجيب الطول زائد العرض. طب هعمل إيه في الاتنين دي؟ يبقى أنا هقوم قاسمة المحيط على 2 عشان أجيب الطول زائد العرض. تمام؟ فهمنا جت منين حته بقى القسمه على 2؟ قيمه الجزء هتبقى 10 سم. خلاص؟ يبقى العرض هنا هيبقى 2 في 10، العرض هيبقى ال 2 في 10، 2 في 10 ب20. الطول هيبقى 3 في 10 بكام؟ ب30. مساحه المستطيل الطول في العرض يبقى 20 في 30، بحط الصفرين والاتنين في 3 ب6 ب 600 سنتيمتر مربع. يبقى أول حاجة بجيب نص المحيط، وبعدين برجع أجيب مجموع الأجزاء اللي هو البعدين اللي هو الطول زائد العرض، وبعدين برجع أجيب قيمة الجزء. خلاص طلع عندي هنا 10 سنتي، برجع أجيب الطول أو العرض الأول، بضرب نسبته اللي هي كام؟ خد بالك معايا، بص خليك معايا في الكتاب، نسبته اللي هي كام؟ 2. انا بعدها لك تاني اهو عشان ما تبقاش متضايق كده ومزنقه. ب20 سم. العرض الطول بقى اللي هو 3 في 10 اللي هو نسبته 3 في 10 ب30 سم. مساحه المستطيل بيساوي الطول في العرض، ده اللي انا عاوزه اوصل له. يبقى خليك فاكر القوانين، مساحه المستطيل الطول في العرض، والمحيط الطول زائد العرض في 2. خلاص. السؤال رقم 9، إذا كان 5 ص ب35 فإن الصائد إلى 35، ال5 ص ب35 يبقى الصاد بكام؟ 35 على 5 صح؟ بكام؟ ب7. فإن الصاد إلى 35، الصاد بكام بقى؟ 7 إلى 35. هنحطها في أبسط صورة، هقسم على 7. 7 على 7 فيها الواحد، 35 على 7 فيها ال5، يبقى 1 إلى 5.
هنا 5 على 4 إلى 3 وربع. 5 على 4 هعملها زي ما هي على 4 اهي. هرفع الكاس ده مقام يبقى 4. 3 في 4 ب 12. 1 يبقى كام؟ 13 على 4. طالما المقام عندك 4 والمقام عندك 4 كأنه مش موجود، تبقى النسبة بتاعتي بيساوي كام؟ 5 إلى 13. وأظن دي أبسط صورة، لأن ال 5 و13 مفيش بينهم أي حاجة مشتركة. يعني النسبة مفيش هنا 5 إلى 13 اللي هي 5 على 13. خلاص؟ النسبة بين طول ضلعي في المعين 1 إلى 1. ليه؟ لأن أطوال أضلاع المعين متساوية في الطول، زي المربع بالظبط. المعين زي المربع بالظبط، أطوال أضلاع متساوية في الطول، فتبقى النسبة بين طول ضلعين 1 إلى 1. قسم مبلغ بين شخصين فأخذ الأول ثلث المبلغ، فإن نسبة التقسيم الأول أخذ ثلث المبلغ، فيبقى نسبة التقسيم بتاعتي إلى إيه؟ 1 إلى 3. نسبة التقسيم بتاعتي تبقى 1 إلى 3 وأخذ ثلث المبلغ. خلاص؟ 5000 جرام تمام إلى 8 كيلو جرام. 5000 جرام إلى 8 كيلو جرام. هحول الكيلو جرام لجرام. الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام. يبقى 8 كيلو بكام؟ ب 8000 جرام. تمام؟ 5000 إلى 8000 وهشيل الثلاث أصفار قصاد الثلاث أصفار هيبقى 5 إلى 8. دي النسبة في أبسط صورة. حد تاني ما يقول لي إيه؟ طب ما أنا أحول الجرام لكيلو جرام هقسم على 1000 يبقى هشيل الثلاث أصفار دول يا مس يبقى 5 إلى 8 برضه في أبسط صورة. اللي هي الإجابة رقم الأخيرة دي. طيب بصوا يا حبايبي كده هرجع لرقم 12 ده تاني عشان ما ايه عملناها ايه غلط غلطنا فيها نرجع فيها تاني. الاول اخد ثلث المبلغ، يبقى التاني نصيبه ايه؟ التاني هيبقى نصيبه ثلثين المبلغ. هتبقى نسبة التقسيم بتاعتي اللي هي الاول الى التاني هتبقى ثلث اللي هو نصيب الاول الى نصيب التاني اللي هو ثلثين. خد بالك عندك 3 في المقام هتشيلها قصاد 3 في المقام، فهتبقى نسبة التقسيم بتاعتي 1 إلى 2 مش 1 إلى 3. يبقى فهمنا جت ازاي؟ معلش عدت علينا دي. طيب نيجي هنا مربع طول ضلعه 3 سم، فإن النسبة بين طول ضلعه إلى محيطه. محيط المربع أصلا طول الضلع بصوا هي أصلا هتبقى 1 إلى 4. خلاك عارفها وحافظها. طول ضلع المربع إلى محيطه 1 إلى 4. أصلا محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. فيبقى طول الضلع إلى المحيط طول الضلع إلى المحيط الضلع ب3 والمحيط 3 في 4. 3 في إيه؟ في 4. 3 على 3 فيها الواحد، فتبقى النسبة بتاعتي 1 إلى 4. هي عموما مهما يقول لك بقى طول ضلعه أي حاجة، إن شاء الله يقول لك طول ضلعه مثلا 100، خلاص هي عموما النسبة بين طول ضلع المربع إلى محيطه عموما نسبة ثابتة اللي هي 1 إلى 4. تمام؟ انتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم، بس نحط لايك للفيديو ونتفاعل مع فيديوهات الصف السادس بالذات كتاب سلاح التلميذ. طبعا اللي بيستخدم الاضواء موجود عندي الاضواء برضو على القناه محلوله كلها. نتفاعل مع الفيديو نحط له لايك وكومنت، واكتبوا لي في الكومنتات اي صفحه عايزين نحلها معاكم ان شاء الله، واكمل معاكم حل الاختبار ان شاء الله في الفيديو القادم. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.